بتاعه. الحاجة التانية الأخت سكسكة زنبلك، هي سمت نفسها كده، اللي هي نوارة نجم. طبعا أنا قلت لكم قبل كده وبرجع أكرر، حاسس إنها قليلة الأدب لا أكتر ولا أقل. يعني طبعا بتتكلم عن التيار السلفي، بتقول لك ده تيار أهطل، وابتدت تلوش في كلام نسبته للمستشار هشام البصويسي وأنكر الكلام، وابتدت تلوش في كلام، وبتتعامل على إنها شجرة الدر اللي هتحط لنا القوانين، وأنا زهقت من الحياة وكرهت السلفيين. 60 داهية، روحي اتجوزي ومع ألف سلامة، ريحينا من شكلك وهطلك وقلة أدبك في الإساءة للناس ليل ونهار، وبتتكلمي بعد كده عن الحوار وأدب الحوار ومع يعني الغير، وانت عارفة قصدي بمين الغير، لسانك زي العسل، بتتكلمي بأسلوب كويس قوي يعني. وفي الآخر كاتبة عن نفسها كده أنا هسمي نفسي سكسكة زنبلك، وده أقل حاجة يليق بيها. أما الأخ أميتاب باتشان اللي هو العقيد عمر عفيفي، طبعا شغال على صفحته، وزي ما اسقطنا كما اسقطت القوات المسلحه هنسقط المشين العار، طبعا كلامه هو يعني، ويا عميل ومش عارف بعد كده عامل خطه للشعب المصري عشان يقضي على الشرطه العسكريه. الم اقل لكم ان هذا الرجل اما ان يكون موتورا او الراجل عنده اجنده، معرفش. هو طبعا على صفحته هيسمع هذا الكلام وهيشتم كتير، وده ما يهمنيش، انما انا عايز اقول لكم احذروا من هذا الرجل، فهذا الرجل ليس صادقا، هذا الرجل لا يحب مصر، هذا الرجل ياكل على كل الموائد، ويكفيه يعني عارا انه يعيش في امريكا وبفلوس الامريكان واللي بياخده. اشوفكم بكره على خير.